مختار بينتصر لعاداته المقدسة في عدم الخسارة أمام الزمالك، بينتزع نقطة مهمة تبقي على صدارته للمجموعة الثانية اللي بدأت الأمور فيها تبقى جد. الزمالك بيبدأ اللقاء بعبد الواحد السيد قدامه 4-3-1-2، قلبين دفاع ياسر إبراهيم وصلاح سليمان، على يمينهم حازم إمام، على شمالهم عبد الشافي، قدامهم على الدايرة نور السيد، على يمينه عمر جابر، على شماله أحمد توفيق، قدامهم ساقط مؤمن زكريا، وقدامه 2 مهاجمين أوباما وأحمد جعفر. جميل ومفيد جدا ان الجهاز الفني يطبق سياسه تدوير اللاعبين او الروتيشن. كل ماتش بيغير 3 أو 4 لعيبه مره واحده. الروتيشن شأنه شأن اي سياسه لها مزايا وعليها عيوب. عيب الروتيشن الوحيد هو افتقاد الانسجام بين افراد الفريق. فكره ان كل لاعب بيفاجئ بنفسه واقف كل ماتش بين وشوش جديده، ده لو لعب هو اصلا. ده عيب بسيط ممكن نتغاضى عنه واحنا في مرحله مبكره من دوري المجموعات والكاف تشامبيونز ليج. الاهم دلوقتي هو الانتقاء، ثم يأتي الانسجام في الأوقات الأهم من الموسم اعتمادا على الأفراد الأفضل، زائد أن تثبيت طريقة اللعب مع الوقت هتخلي الانسجام أفضل بين الفريق بصرف النظر عن مين بيلعب. على الجانب الآخر للروتيشن عدة مزايا. أولا، بيدي فرصة مشاركة لكل اللعيبة، بالتالي بيزود الخيارات الفنية عند الجهاز الفني وبيديله انديكيشن بالمستوى الحقيقي لكل لاعب والمدى الحقيقي للاستفادة منه في الماتشات الرسمية. ثانيا، بيوزع الحمل البدني على كل اللاعبين المقيدين بالقائمة، بالتالي بيديلك فرصة تدخل الفترات الأكثر صعوبة وحساسية من الموسم بجاهزية بدنية أفضل. ثالثا، بيحسم للجهاز الفني احتياجاته الحقيقية بعد ما بيعري اللعيبة كلهم قدام الجمهور والجهاز وبيكشف مستواهم الحقيقي وبيعبر عن الفوارق الحقيقية بينهم. بالتالي بتبقى داخل فترة الانتقالات عارف مين تقدر تستفيد ببيعه وهتعوضه بمين، مين ما تقدرش تفرط فيه، فين الأماكن اللي محتاجة تدعيم، وإيه هي أولوية التدعيم. رابعا وأخيرا، تطبيق الروتيشن نفسه بيدي فرصة للمدرب يزحزح اللعيبة من مستوطناتهم بطريقة ظريفة. يعني مش مضطر يقول له أنا عايز أشوف حد غيرك يمكن يطلع أحسن منك، ممكن يقول له أنت برنس، أنت حبيبي وابن حبيبي، عليا الطلائس يدنا راضيين عليك، بس هنعمل إيه بقى؟ يهدوا الروتيشن. الحقيقة إن الروتيشن بريء من دم النقطتين اللي ضاعوا. الزمالك اتعادل لأنه كان جماعيا وحش. كان فيه أخطاء فردية، لكن كتلة الفريق نفسها كانت مبعزقة وغير متماسكة. ميدو لسبب لا أعلمه تخلى عن الدفاع المتقدم وسقط صلاح سليمان وياسر إبراهيم 20 متر ورا نص الملعب. معرفش هل خاف على ياسر من مسؤولية الدفاع المتقدم والأوفسايد جيم ولا ده تخلي نهائي عن الطريقة. النتيجة إن في ظل المساحة الطولية المتاحة للخصم بالإضافة للأداء المزري اللي بيقدمه نور السيد من أول الموسم، بتروجيت لعب مباراة سهلة هجوميا، زائد إن المجهود الرهيب اللي بذله اللعيبة في الضغط العالي على بتروجيت من نص ملعبه ذهب هباء منثورا في ظل وجود مساحات كبيرة في الملعب بتسهل لبتروجيت إيجاد حل مهما كان الضغط. عايز تعمل ضغط عالي لازم تقرب الخطوط وتضيق الملعب، لكن الزمالك أرهق نفسه في الضغط وهو سايب بنفسه منافذ لخروج لعيبة بتروجيت بالكورة. رتم لعيبة الزمالك كان أعلى من اللازم. الزمالك عانى رتم رتيب بطيء عقيم مع حلمي طولان. الزمالك النهارده عانى العكس تماما، رتم سريع أو متسرع ولهوجة، مما أدى لشيء من الفوضى في التمركز. في ظل الدفاع المتأخر أصبحت مساحة اللعب الطولية تقريبا 80 متر، وكان مطلوب من لعيبة نص الملعب والجناحين يقطعوهم سبرنتات رايح جاي عشان يهاجموا بسرعة قوي 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 ويرتدوا بسرعة قوي 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 قوي. في حماس ورغبة حقيقية في الفوز والأداء القوي، لكن من الحماس ما قتل. ميدو بيكرر نفس التغيير لتاني ماتش بخروج توفيق لما بيحس انه عايز يزود الهجوم. الفكرة ان توفيق تقريبا هو اللي كان شايل الضغط على الخصم في نص الملعب، وعشان تهاجم محتاج تكون بتقطع الكرة بسرعة. بنزول محمد ابراهيم اخذ مكان مؤمن زكريا اللي مال ناحية اليمين لورا عشان ياخد مكان عمر جابر، وعمر دخل نص الملعب جنب نور عشان ياخد مكان توفيق. كان يفضل تخرج عمر او مؤمن وتنزل محمد ابراهيم، ولا انك تغامر بصلابة نص الملعب الغير صلبة اصلا في وجود توفيق. ميدو مركز مع الزمالك على الجمل والثنائيات لضرب عمق دفاعات الخصم. محتاجين كمان نركز هنتعامل ازاي مع هجماتنا العادية اللي بتبدأ برتم عادي والخصم واقف في نص ملعبه واحنا معانا الكورة داخلين بيها نص الملعب. التعامل الناجح مع المواقف العادية والمتكررة بيضمن لك التفوق في أكتر من 70% من وقت الماتش وأكتر من 80% من الماتشات. لما تضمن تعمل الحاجات العادية هيتبقى لك التاتش اللي يفرقك عن غيرك واللي هيظهر في الأوقات الحرجة عشان يصنع الفارق. لكن كل ده لا يغني عن العادي. العادي مهم جدا. في كام ملاحظة على كذا لاعب في الفرقة في ماتش النهاردة. عمر جابر اللي كنت فرحان بتحرره وتخلصه من الخوف الزائد واللعب المضمون زيادة عن اللزوم،
مع تأزم الماتش رجع يخاف ويلعب المضمون بلا إبداع، زائد ان مستوى الكرات العرضيه لعمر كان من اكبر سلبيات الزمالك ككل، مش عمر بس. دومينيك السريع جدا جدا واحد اهم مكاسب اللقاء، لما بيتحرك على الاجناب بيقفل على اللعيبه اللي بتلعب جنبه وما بيقدرش هو نفسه يخترق. خطوره دومينيك في العمق لما بيحطها تحت رجله ويفتح السبرنت. دومينيك لعيب محتاج ما يلمسش الكره كتير، استلام، ترقيصه، سبرنت، شوطه، اكتر من كده بتبوظ منه. دومينيك عنده عيب تاني خطير جدا، انه ما بيضغطش على حامل الكوره. مؤمن زكريا فنيا ما قدمش ماتش كبير، لكن عمل مجهود غير عادي طول ال90 دقيقة. مؤمن أصلا لاعب كويس، مشكلته الحالية مشكلة ثقة. اللي يجتهد بالشكل ده كل ماتش لازم الكورة هتديله، بس يصبر وما يزهقش. ياسر إبراهيم شكله مدافع لعيب كورة، بيفكر أكتر ما بيلتحم، ودي صفة لما تسمعها في أي مكان بره الزمالك المفروض إنك تتبسط. الفكرة إن مدافعين الزمالك باستثناء عمرو الصفتي دايما عندهم فائض مضر من العقل بيخليهم يبصوا لنفسهم في المراية وهما بيلعبوا. ما بيحبش يطلع اوت، ما بيحبش يعمل فاول، لازم يقطع الكوره من غير ما تسريحه شعره تبوظ ومن غير ما يلتحم مع الخصم لا يطلع عنده جرب ولا حاجه. في الكوره دي ياسر متاثر جدا من فكره المدافع الزملكاوي. ياسر حس ان عيب الخصم يخبط الكوره فيه وتطلع اوت، هو لعيب عاقل فنط وسابه يرفعها اصلا. اتمنى من نور السيد يستغل الطرد عشان يقف مع نفسه شويه ويجد اجابه مفيده على سؤال مهم: ايه اللي حصل؟ ازاي مستواه وصل لكده؟ نور لا بيقطع ولا بيشوط ولا بيلعب اللونج باص المشهور ولا بيبني الهجمه. جعفر وان كان ظهر بمستوى سيء لكنه اكثر حماسا وحركه 4 أو 5 مرات من ادائه مع حلمي طولان، واقل مره او 2 من ادائه مع حسام حسن. اتمنى رجوع ميدو للدفاع المتقدم والتركيز اكتر على صلابه الفريق دفاعيا وافتكاك الكره اعتمادا على تقفيل المساحات بالتمركز الدفاعي اكتر من مجرد الضغط الفردي والجري الكتير. اتمنى ميدو ما يزهقش ويكمل روتيشن ويجرب لعيبه تانيين. اتمنى ميدو يكون عارف ان الجمهور في ظهره وان شاء الله هيستحمله حتى لو نتائج خانت دلوقتي. احلامنا اكبر من مجرد ماتش او 2 في بدايه المشوار. اخيرا اتمنى ميدو ما يدخلش نفسه في حوارات مع ناس بيصلوا كل يوم الشفع والوتر وبيتمنوا فشله. مهما قلت هتطلع وحش، هتطلع عصبي، هتطلع مغرور، وهيتجاب لك مثال في الاهلي ويتقال لك شفت فلان جميل ازاي عشان يستفزك اكتر. انا متفهم قسوه انك تدخل نقاش فني مع واحد بيتفرج على قناه ثالثه باشتراك كل فكرته عن 4-4-2 انها اتلغت من العالم، وان حسام البدري هو اللي علم هنري ميشيل يلعب ب4 ورا، واننا عايزين نشكر ابو تريكه. بصرف النظر ايه الموضوع اللي بنتكلم فيه، المهم اننا دايما عايزين نشكر ابو تريكه. هي دي حدود معرفته بالكوره او بالرياضه عامه. مفيش فايده في الكلام مع الناس دي يا عم ميدو، يا هيستفزك يا هيتخانق معاك، وحتى لو اخلص النيه وحاول يفهم امكانياته هتقف حاجز. اذا لا تناقش ولو منحوك الذهب. عندك شغل كبير قوي قوي، وهم نفسهم يشدوك يعملوا بيك لقطات تخدم برامجهم الفقيره الممله اللي بيتقال فيها نفس الكلام من 20 سنه. 4-4-2 اتلغت، هو السريع اعتزل من شويه. على الجانب الاخر لو الاهلي خسر هيكلم الجهاز الفني يقول له معلش هارد لك، ما تزعلش نفسك، البس فانيلا خلف خلاف عشان البرد، كل كويس، لا اله الا الله، ويقفل المداخله ويبوس ما شاء الله والدمع على خده. اللهم جنبهم الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتهم. عارف احنا كنا بنلعب بدين مباراة خطة ايه ولا لا؟ طبعا. قول لي طيب. كنت بتلعب 4 وبتلعب قدامهم 3 وبتلعب 2 وفرد 1. لا يا فندم، احنا كنا بنلعب 4-4-2 دايما. ده انجليزي دي يا مرسي.